اهلا اهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل اكله هي غريبه شويه بس طلعت خرافيه بجد، طلعت حلوه جدا جدا. هنعمل النهارده صدور فراخ مشويه، وكمان معاها رز بالبسله والشعريه. يلا نبتدي ونصلي على سيدنا محمد ونقول بسم الله. واللي لسه ما يعرفنيش، انا مطبخ ست هان. يلا بينا نبدأ الفيديو. معايا النهاردة بصلة هطحنها كويس جدا جدا لحد ما تبقى ناعمة خالص بالشكل ده. وكمان معايا حبتين او 3 من الطماطم، هطحنهم كويس جدا جدا معاها مع البصل لحد ما يدوبوا خالص ويبقوا ناعمين. اهم حاجة في الوصفة دي ان البصل والطماطم يبقوا ناعمين خالص. اعمليهم في الخلاط حتى مش مشكلة. وكمان معايا 3 من الليمون، 3 حبات ليمون هعصرهم كويس في الكبة معايا. وبعد ما اعصرهم هحط بقى التوابل بتاعتي. هحط ملح وشطة وفلفل، توم باودر، بصل باودر، باربيكيا. ممكن تستغني عنها مفيش مشكلة لو ما عندكش، بس الاساسي فلفل وملح وشطة وتوم باودر وبصل باودر. بس هنبتدي برضو نديهم طحنة كويسة جدا. واحنا كنا حاطين الفراخ بتاعتي في محلول النقع بحط معلقة سكر، معلقة ملح، ليمونتين، وبسيب فيها الفراخ تنزل كل الزفارة اللي فيها، وبعدين بشطفها. بعدين اخدت التتبيلة وبايدي كده كويس قوي قوي قلبتها في الفراخ لحد ما امتزجت قوي قوي قوي. وبعدين حطيت عليها شوية زيت وسبتها في التلاجة حوالي نص ساعة. ممكن ما تسيبهاش مش مشكلة، كده ولا كده الصدور بتسحب التتبيلة على طول. جبت بقى عصين شيش طاووق، هي مش شيش طاووق، دي فراخ مشوية. وحطيتهم كده زي ما انتوا شايفين، رصصت كده بسرعة، دخلت في السيخ كده بطريقة متساوية، وبحيث السيخ برضو ما يبقاش تقيل، لا انا ظبطته. وحطيتهم في الصينية كده زي ما انتوا شايفين. دلوقتي انا طيب هيدخل الفرن ازاي الكلام الحلو ده؟ انا فضلت اعمل الكمية لحد ما خلصت. الفوق الحاجة دي بتدخل الفرن لا اما كده زي ما هي، بس تاخدي بالك لان ساعات الصينية دي بتتحرق. او هتجيبي شبكة وهتحطي فيها السياخ، عليها السياخ ديت زي ما انا هوريكي دلوقتي، وهتدخلها الفرن. سهلة تسويتها، سهلة. وهتفتحي الفرن من تحت على درجة حرارة عالية وهتسيبيه. هو بتستوى في خلال نص ساعة، ما بياخدش حاجة او 3/4 ساعة بالكتير قوي 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 قوي. طريقتها سهلة جدا جدا، ولا بتغطيها ولا اي حاجة، زي ما انتوا شايفين الشبكة اهي. ودلوقتي انا حطيتها في الفرن وهبتدي احط الرز. كنت سلقه البسله، انا كان عندي بسله بالجزر. طبعا يفضل اللي انت تعمليها ببسله ساده من غير جزر، يعني هتديكي تست اعلى كمان. تمام. جبت بصلايه طحنتها حلو قوي، حطيت الزيت وحته زبده او سمنه اللي عندك المتاح. قلبت البصل كويس جدا جدا وسبته شوية على النار، بحيث اللي هو مع نفسه كده شوية. جبت دلوقتي الشعرية، حطيت حتة زبدة صغيرة وهقلبها. خدي بالك انت الرز ده لازم يتعمل بشوربة او مرقة، يعني هي الشوربة اللي هي المرقة. تمام. طيب انت لو في وضع زي دلوقتي انا كنت حطاها في الفريزر، هنعمل ايه؟ دلوقتي هقول لكم هنعمل ايه بعد ما قلبتها كده اهو. اهي بصوا، انا دي مش زبده، دي الشوربه. حطيتها على نار هاديه خالص، اللي هي دلوقتي هتنزل كل اللي فيها وتفك زي ما انتوا شايفين كده، او تفكيها في الميكرويف يعني اللي عندك. لو انت ما كنتيش مطلعها بدري، يعني انا بقولك إيه لو انت ما طلعتهاش بدري تقسمي حته كده منها او تاخدي الشوربه كلها وتحطيها إيه في الرز بتاعك، وتحطي شعريه بقى بتاعتك اللي انت قلبتيها بره. وهتنزلي دلوقتي بالطبق الحلو بتاع الخضار اللي هو البسلة بالجزر، او تحطي بسلة بس كده. وهتشرب دلوقتي الرز هيشرب المية بتاعته. هتحطي فيه شوية فلفل وشوية ملح. كده احنا خلصنا الوصفة بتاعتنا وطلعت جاهزة. انا عايزة اقول لكم طريقة حلوة جدا. طبعا الرز طالع حلو قوي، والفراخ طلعت حلوة قوي قوي. عايزاكم تجربوا الطريقة ديت وتشجعوني بقى باللايكات. والله انا بعمل لكم طرق جديده، اه والله. واللي لسه ما يعرفنيش
انا مطبخ ست هانم. لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.